في الجزء الاول من رحله التخدير اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، شفنا فيلم الرعب لاي بني ادم كان بيفكر بس انه يعمل عمليه، وده لان زمان ما كانش في حاجه تسكن الالم اثناء العمليات. واتكلمنا كمان عن اوضه العمليات اللي زمان كان اسمها مسرح العمليات، والادوات اللي كانوا بيستخدموها زي مثلا المناشير والسكاكين والكلام ده كله. النهارده بقى هنكمل باقي القصه دي ونشوف الرحله الممتعه لاكتشاف اساليب التخدير اثناء العمليات. يلا بينا. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهاريز ببعت لكم السلام ويا مساء العسليه عليكم وحلقه جديده وبهاريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل عنش لي بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك او دوس على سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهاريز. رحلتنا وقصتنا النهارده بتبدا سنه 1799 لما جه واحد اسمه هامفري ديفي وقام قايل لنا انا لقيت حاجه غريبه جدا، ان البني ادم لما بيشم غاز كده اهو اسمه نيتروس اوكسيد بيحصل حاجتين غريبين قوي. اولهم السعاده والرحرحه والانبساط، وتاني حاجه بقى اللي تهمنا هي ان الجاز ده ليه القدرة على تسكين الألم، وقام مسميه حاجة غريبة قوي، سماه الغاز المضحك أو اللافينج جاز. وده طبعا علشان كان أي حد يشم الجاز ده كان بيبقى مبسوط وعمال يضحك كده على طول. وجه هامفري دافي واقترح اقتراح كده، قال لك ان الجاز ده طالما ليه القدره على تسكين الالم وفي نفس الوقت بيضحك، احنا ليه ما نستخدموش في العمليات عشان نسكن بيه الالم على المرضى؟ بس الاقتراح ده ساعتها ما تنفذش وما حصلش اصلا. بعديها بقى بحوالي 50 سنه، سنه 1844 جه واحد جميل قوي اسمه جاردنر كولتون، كان بيدي محاضره كده عرض فيها حاجات كتير، واللي كان من ضمنها استنشاق الغاز المضحك او اللافينج جاز اللي لسه قايلك عليه من شويه اللي كان اسمه النيتروس اوكسيد. وكان من ضمن الحضور او الموجودين دكتور اسنان مهم جدا في قصتنا اسمه هوريس ويلز، اللي كان بيدور على حاجات او طرق يعمل بيها طقم اسنان، وكان عايز يعرف اي طريقه يخفف او يسكن بيها الالم عن المرضى اللي كانوا بيشيلوا الاسنان البايظه اللي عندهم عنده. المهم دكتور ويلز ده شاف حاجه نورت في دماغه فكره جامده قوي. شاف واحد متعور في رجله وشم الغاز بتاع الضحك ده وما كانش حاسس باي وجع ولا الم ولا اي حاجه، وبينه وبين نفسه اكيد قال طب ما طالما الغاز ده ليه القدره ان هو يسكن ويخفف الالم وفي نفس الوقت يضحك، طب ما انا استخدمه علشان اخفف الالم على الناس اللي انا بعمل لهم العمليات الجراحيه في اسنانهم. وبعدها قرر انه يعمل فعلا عمليه باستخدام اللافينج جاز او الغاز اللي بيضحك ده. بس الغريب في الموضوع بقى انه جربه على نفسه الاول، فعلا عمل كده وخلع سنه من عنده بعد ما استنشق الغاز بتاع الضحك ده اللي هو النيتروس اوكسيد، والتجربه فعلا نجحت وفعلا ما حسش باي الم. بعد كده قال لك بقى دي اشتغلت، طب ما انا اجرب الموضوع ده على الناس بقى، وقام مجرب موضوع الغاز اللي بيضحك ده على الناس التعبانه اللي عنده. ما هو جاب نتيجه معاه، يبقى اكيد بينه وبين نفسه فكر وقال انه اكيد هيعمل نفس التاثير مع الناس التعبانه، وبالفعل عمل كده وجرب الغاز ده على واحد تعبان عنده. بس اول ما دكتور ويلز بدا يشتغل حصلت المفاجاه والكارثه الكبيره، ان المريض ده بدأ يصرخ بصوت عالي جدا والموضوع فشل ذريع. طب ايه الحل بقى دلوقتي؟ الغاز بتاع الضحك ده او اللافينج جاز اللي هو النيتروس اوكسيد ده بيشتغل مع ناس وناس ما بيشتغلش معاهم. قال لك ساعتها كانوا لازم يلاقوا حاجه تانية احسن وافضل من الغاز ده، لحد ما جه دكتور اسنان برضه واسمه ويليام توماس جرين مارتن، وقام عامل تاريخ، وتحديدا يوم 16 اكتوبر سنه 1846 لما عمل عمليه كبيره قوي في مسرح العمليات اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. بس المره دي ما استخدمش اللافينج جاز او النيتروس اوكسيد ده، استخدم حاجه تانية خالص اسمها الايثر. راح مشمم العيان اللي بالمناسبه كان اسمه جيلبرت ابوت الايثر ده قبل العمليه، وطبعا العيان قام رايح في اللالا لاند واتعمل له عمليه كبيره قوي، اتشال ورم من رقبته بعد ما كان دكتور ويليام مورتون شممه الايثر ده. لما العمليه خلصت والدكتور شال الورم بنجاح، المريض فاق واستعاد وعيه واتسال سؤال، قالوا له انت حسيت بايه؟ قام ردد عليهم وقال ان زي ما يكون رقبتي اتخربشت كده. وطبعا دكتور ويليام مورتون ما استخدمش الايثر دوت الا لما كان مذاكر كويس قوي وكان مجربه قبل كده، وفعلا الموضوع كان جايب نتائج مذهله. ومن هنا بقى تبدا مرحله جديده ومهمه جدا
في حكايه التخدير اثناء العمليات. بالاكتشاف المذهل ده تخيل كده زمان يعني تعمل عمليه خطيره او عمليه صغيره من غير ما تحس باي الم، تنام تصحى تلاقي نفسك خلصت. حقيقي كانت نقله كبيره قوي ساعتها في علم التخدير. تعالى بقى اقول لك على معلومه سريعه كده ولذيذه في نفس الوقت. فاكر الجراح اللي كان اسمه روبرت ليستون اللي كلمتك عليه في الحلقه اللي فاتت، اللي عمل عمليه بتر في اقل من 30 ثانيه واللي موت بيها 3 في نفس العمليه؟ عمل اول عمليه في بريطانيا باستخدام الايثر ده، وعملها في 28 ثانيه. لسه سريع زي ما هو. بس طبعا يا صديقي انت عارف ان الحلو ما بيكملش. ظهرت شويه مشاكل حزينه كده لاستخدام الايثر ده. كان الايثر ده ساعات بيسبب كحه جامده جدا وساعات ترجيع، وكمان ما كانش ينفع يستخدم جنب النار لانه ماده كحوليه وممكن تفرقع. بوم. طب ايه العمل بقى؟ سنة 1846 جه العالم الاسكتلندي جيمس سيمبسون واكتشف الخواص التخديرية لمادة جديدة اسمها الكلوروفورم، اللي كان عايز بيه ياخد الحاجات الحلوة او الادفانتجز بتاعة الايثر وفي نفس الوقت يبعد عن المشاكل او الديس ادفانتج بتاعه الايثر ده. تنقط كده نقطتين من الكلوروفورم ده على منديل، والمنديل ده يقوم محطوط على وش المريض ويشمه، واللي بالمناسبه كان ريحته حلوه، وبعديها يركب المريض القطر ويقوم مسافر في اللالا لاند. بالمناسبه سيمسون كان بيشوف تاثير الكلوروفورم ده عشان يخفف الالم اثناء عمليات الولاده عند السيدات، وطبعا دي تعتبر نقله كبيره قوي في موضوع التخدير ده. ودخلت المواد دي المجال الطبي وفضلت مكمله شويه وقت كده لحد ما بدأ يظهر حالات وفاة، وده طبعا لأنهم كانوا لسه مش عارفين الحاجات دي بتشتغل ازاي أصلا وبتعمل ايه. تعال اما احكي لك بقى على قصة سريعة كده حصلت فعلا. في يناير سنة 1848 بعد اكتشاف الكلوروفورم ده كبديل أحسن للإيثر، راحت واحدة اسمها هانا جرينر علشان تعمل عملية، وفعلا شمت الكلوروفورم وراحت عن الوعي والعملية اتعملت. بس المشكلة ظهرت بقى لما جم يفوقوا هانا. للأسف كانت ماتت، ويقال إن من الأسباب كانت الأوفر دوز من الكلوروفورم أو الجرعة الزيادة. جه بعد كده بقى المنقذ دكتور جون سنو، طبعا مش اللي احنا عارفينه، واحد قديم شوية، اللي أدرك تماما إن الأهم من إني أدي كلوروفورم أو إيثر اني احسب الجرعات كويس جدا. وقبل ما اكمل الحكايه تعالى معايا اما اسمعك راي تاني خالص عن قصه التخدير دي. كان في راي اتقال واتسال سؤال كده، ان هل الالم ده فعلا مهم علشان العمليه تنجح ولا لا؟ قصه تانيه بتقول ان في حرب الكريمين رئيس قسم الجيش البريطاني كان ليه راي تاني، منع استخدام الكلوروفورم ده في عمليات الحرب للجنود المصابه. اتقال كده انه احسن اننا نسمع صوت صراخ الجنود اللي كلها حيويه لما بيصابوا مثلا بسكينه اثناء العمليات الجراحيه، لان الالم ده هو اللي بيساعدهم على البقاء. وجه الرد بعديها على طول من دكتور جون سنو لما قال ان الالم ده هو حاجه مهمه جدا جدا، وان لو انت عملت عمليه على واحد مصاب ان الالم ده بيكون بمثابه محفز للجسم علشان المصاب ده يستمر معاك في العمليه. ولكن الالم الزياده ده في خطر كبير جدا على الإنسان، وإن استخدام المخدر على المصابين ممكن يحمي المصاب من الخطر الزيادة ده. وطبعا باستخدام التخدير العمليات بقت أأمن من الأول، وكمان الدكاترة بقوا ياخدوا راحتهم أكتر وهم شغالين في العمليات، بقوا يعملوا عمليات براحتهم برغم كل الاكتشافات المذهلة اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وإن في حاجات ممكن لسه تتعمل في المجال ده. دلوقتي الحاجات المخدرة اللي اتكلمنا عليها دي سواء الكلوروفورم أو الإيثر أو أصلا الغاز بتاع الضحك اللي هو النيتروس أوكسيد ده، تأثيرها بيكون على الجسم كله. الدكاترة لقوا ان في بعض الاحيان مش محتاجين اننا نخدر الجسم كله علشان نعمل العمليه، خاصه لو كانت عمليه بسيطه زي مثلا حاجه في السنان او اي عمليه بسيطه كده. ومن هنا بدات رحله المخدر الموضعي اللي بيخدر حته معينه بس في الجسم مش الجسم كله. وكانت اول ماده اكتشفوها بتعمل الكلام ده كانت ماده الكوكايين. بالمناسبه ليها قصه لذيذه قوي وغريبه قوي في نفس الوقت. سنه 1860 جه واحد اسمه ألبرت نيمان استخلص مادة كده من نبات اسمه الكوكا، اللي كان معروف ان النبات ده كان ليه استخدام طبي، وقام مسميها كوكايين. ولقوا ان المادة دي ليها تأثير موضعي، فقرر انه يستخدمها علشان يعمل عملية على نفسه، وحقن نفسه وبدأ يشتغل بالنص الفوقاني على النص التحتاني اللي كان متخدر ومش حاسس بيه خالص. وطبعا كان حواليه 2 مساعدين عشان يساعدوه، بس طبعا ظهرت مشاكل للكوكايين ده، وبدأ الدكاترة يشوفوا حاجات تانية يكون ملهاش
تاثير الادمان بتاع الكوكايين ده. وبالمناسبه السعيده دي خليني اقول لك معنى كلمه ادكشن اللي هي الادمان. معناها ان الجسم مش هيشتغل كويس الا في وجود الماده اللي سببت الادمان ده. نرجع تاني بقى، اكتشفوا مشتق من الكوكايين اسمه نوفوكاين، وبدأ العلماء بعد كده بقى ان هم يطوروا علم التخدير ده، وده طبعا بسبب اهميته في العمليات زي ما حكينا في الحلقه، لحد ما وصل للعلماء للي وصلوا له دلوقتي. بس كده، لو الحلقه دي عجبتك انزل نعنشني بلايك حلو، واعمل شير مع اصحابك، واستنوني في بهاريز جديد من مملكه البهاريز.